عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبائي الكرام ورب الأرانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في أفضل حال. اوعى تكون زعلت مني في الفيديو اللي فات، اوعى عشان عاوزك تتعلم الجس تزعل مني، بس أنا والله خايف عليك وعاوز أقول لك بما يرضي الله إن أكتر العلامات اللي الناس بتقولها لك، أنا ما بقولش العلامات اللي الناس بتقولها على اليوتيوب ان العلامه ديتي ماهيش علامه عشر او ان ده مش عشر، بس بقول لك انت مش متاكد. هم ممكن تكون ممكن تكون العلامات سليمه وصحيحه بس انت مش متاكد، فليه انا حاجه مش متاكد منها استناها؟ اللي مش متاكد منه يبقى انا لازم اتعلم الجس علشان ما اقعش في مشاكل تانية زي ما قلتها لك في الفيديو اللي فات. وهقول لك من ضمن العلامات برضو اللي الناس بتقولها وانت ممكن تكون غلط عليك وتتضر من وراها، وهي ممكن تكون سليمه وعشر. يعني من ضمن العلامات ان يقول لك الام لما تكون عشر تلاقيها واخده جنب ونايمه دايما على بطنها في قلب العين. طيب ما هي ممكن تكون تعبانه، ممكن تكون حالتها كده، ممكن يكون ده طبعها اصلا ان هي بتحب تنام على طول. يبقى انا اتاكد ازاي ان الام ده عشر؟ يبقى انا هضيع 30 يوم برضه ان الام عشر والام تطلع فاضيه، يبقى انا كده ما عملتش حاجه، يبقى انا كده برضه رحت برضه لسكه ماهيش سليمه. يبقى من العلامات كمان اللي الناس بتقول عليه او اللي بتتقالك على اليوتيوب ان الام تلاقي بطنها كبرت، بطن الام كبرت من الجنبين كده، والام بدات تتحرك ببطء ودايما نايمه ودايما ما بتتحركش في العين ودايما بعيده عن الاكل وام كسوله جدا. يا حبيبي دي برضو مش علامه، ممكن تكون علامه صحيحه والام فعلا عشر، وممكن تكون علامه ما هي صحيحه والام فعلا عندها انتفاخ وتعبان. يبقى انا افضل سايبها؟ اصل الام ما شاء الله بطنها كبرت، يا رب كلهم بطنهم تكبر بقى ويبطلوا ياكلوا، ما هم بيوفروا لي اكل وفي نفس الوقت بقوا عشر. الكلام ده غلط يا حبيبي، الكلام ده غلط. ممكن تكون الام ديتي في امهات في الصيف بيحصل لها حاجه بتتنفخ جدا وبتبقى بطنها شديده جدا وده احتباس حراري، تبقى انا عندها احتباس حراري والام تعبانه هتفرقع وانا اقول ده الام ده عشر. لا لا خلاص ما شاء الله الام اتنفخت ما شاء الله وبطنها زادت تبقى الام ده عشر. يا حبيبي ده مش ممكن تكون العلامه سليمه زي ما بقول لحضرتك، وممكن تكون العلامه مش سليمه والام دي تعبانه وانا مش هعالجها علشان الام ده عشر. يبقى انا هستنى اما الام دي تولد، اجي استنى الام تولد اتاري الام راحت مني وماتت، يبقى دي برضو مش علامه سليمه. يبقى العلامات اللي بتتقال على اليوتيوب ان العلامه دي الام، والله العظيم انا والله العظيم يا جماعه بشوف حاجات. في ناس كانت مره برضو شفتها على اليوتيوب كده، جاب فتله كده وقال لك لو الفتله دي راحت كده يبقى الام دي حامل، لو الفتله جت كده يبقى الام دي فاضي. والله العظيم انا شفتها والله. الحاجات ديتي انا مش عارف. احنا بنعلم الناس عايزين يبقى عندنا مصداقيه، جايز يكون هو سليم وجايز يكون علامته صحيحه. انا برضو ما بكذبش حد وما بقولش العلامات ديتي او ان انا بقول لك العلامات دي مش موجوده. لا، العلامه دي كل علامه من اللي انا بقولها لحضرتك حاجتين، يا اما الام عشر يا اما الام تعبان. انت بقى ازاي تعرف ان هي تعبانه وازاي ان هي تعرف؟ اتعلم جس. لو عرفت تجس بقى الام، لو عرفت، انا قلت لك في الفيديو اللي فات، انا هقول لك في الاخر اللي يحل لك الكلام ده كله ايه، ان انا اتعلم الجس، ان انا امسك الام ديتي واجسها اعرف العشر ده شكله ايه والله لو هموت علشان اتعلم الجس والام ماتت وانا اتعلمت الجس انا استفدت للي جاي كله. انما انا خايف اكلم حد يقول انا خايف، انا بصراحه باجي جسمي ما بقدرش امسكهم. انت مربيهم ليه؟ جسمك وخايف ما تربيش على طول. بالنسبه للناس اللي بتربي والجماعه عندهم في البيت او النساء عندهم في البيت هم اللي بيتابعوا، يقول لك اصل والله الجماعه عندي ما بيعرفوش يجسوا وخايفين يجسوا. خلاص لو انت مش هتتعلم انت لو اتعلمت انت الجس وجسيت لها الارانب ايه اللي هيحصل؟ طب يا عم هي مش انت تتعلم انت احنا الارانب دي مثلا يا جماعه احنا جايبينها نحطها في المزرعه تشتغل اوتوماتيك نتك على زراير الام عشر نتك على الزراير الام فضت؟ لا، ده علامات وشغل واجتهاد ولازم تشتغل ولازم تجتهد. انت بتجيب علف وبتجيب امهات
تصرف بطاريات وعندك وبتنظف تحت الارانب ديتي، وبنصرف كهرباء عليهم وبنصرف ميه عليهم. ازاي ان انا اشتغل بالعلامات واشتغل بالحاجات ديتي؟ ازاي ما اتعلمش الجس وما اعرفش يعني ايه اجس الارنبه علشان اتعلم واعرف وما اضيعش وقتي؟ هتضيع وقتك يا عم يبقى تسيب المشروع. يا عم هتضيع وقتك ومش عايز تتعلم الجس لاي سبب ما، خلاص يا عم ما فيش حاجه، ما فيش الا بص، انا عندي ما فيش الا ان انا اتعلم الجس علشان اعرف الام عشر ولا لا. انما كل العلامات اللي قلتها لك في الفيديو اللي فات والعلامات اللي بقولها لك ديتي ممكن تكون ايوه وممكن تكون لا. طب افرض ان طلعت لا، بضيع وقت. طب افرض ان كانت ايوه، مشكله تانية. وفي اغلب الناس، يعني دي حاجه اكيده، او في اغلب الاسئله اللي بتجيلي، في اغلب الناس اللي بتعمل عمليه اللي بتدور على العلامات، يا ترى الام عشر ولا لا، بتدور على العلامات، ما بيبقوش عاملين سجل ولا مأيدين للام دي اتلقحت يوم ايه، او وديتها للذكر يوم مثلا واحد يبقى هتولد يوم 30 في الشهر مثلا، فما بيبقوش مأيدين. فدي من مشاكل برضو ان انت ماشي ورا العلامات وما عندكش، لو بتعرف تجس وفاتك العلامه، او بتعرف تجس وعدك وما انتش مسجل يوم التلقيح بتاعك وبتعرف تجس، هتلاقي الام عشر هتبدا من بدري شويه تتابعها وتحط لها ولاده، وتخلي بالك لان الام ممكن تولد منك على السلك، ما انت مش مأيد، ما انت مش عارف، انت ماشي ورا العلامات، هي بقت عشر وخلاص وما أيدتش. طب افرض ان هي بقت عشر فعلا بقت عشر وانا ما ايدتلهاش، ايه اللي هيحصل؟ هتولده مع السلك، يبقى انا ما شاء الله قعدت 30 يوم مستني العشر ومستني الارانب تولد عشان يبقى عندي انتاج والدنيا تبقى زي الفل، تولدهم لي على السلك، يموت منهم شويه وعين منهم شويه، وفي الغالب تبقى ولده وحشه وبتبقى ولده تعبانه والدنيا بتبقى اي كلام، وفي الاخر بخسر، وانا اصلا معلش انا اسف ما استاهلش اربي ارانب. يا جماعه الارانب دي محتاجه رعايه 24 ساعه، محتاجه تخلي بالك، محتاجه تتعلم، محتاجه تفهم، كل الكلام ده انت محتاجه في مشروع الارانب. يعني كل العلامات اللي انا قلتها لحضرتك ديتي يكاد تكون صحيحه ويكاد تكون خاطئه، فانا ما امشيش ورا العلامات، انا لازم اتعلم الجس. اتعلم الجس، ما فيش حاجه اسمها اني مش عارف، حاولت ومش عارف، لا احاول مره واثنين وثلاثه لحد ما اتعلم الجس. انا بقى بقول لك النهارده ما فيش حاجه اسمها علامات عشر، ما فيش حاجه، في حاجه اسمها انا جسيت ولقيتها عشر. ده انا عايز اقول لك ان في ساعات يا باشا بنجس الام نلاقيها عشر، وفي اول ايامها الام دي بتجوع جامد، بتعطش جامد، بيحصل امتصاص اجنه، وبفضل مستناه وملاقيش عشر. يعني انا المفروض بجسها يوم بعد ما يبقى 10 ايام بلاقيها عشر، قدام شويه مثلا ببدا برضو اعمل لها عمليه جس خفيفه اتاكد ان لسه فيها عشر، علشان ابقى عارف ان الام دي عشر وماشي. يبقى انا محتاج الجس، محتاج اتعلم الجس ضروري لان في حاجات كمان يعني انا اللي بعرف اجسها بعد 10 ايام، ولو ما جستهاش مره تانية اما كبروا شويه ممكن استناها تولد ما تولدش، اصل هي جاعت، اصل تعبت، اصل حصل لها حاجه والاجنه وعملت امتصاص اجنه للاجنه اللي جواها والدنيا باظت، والام ايه مفيش فيها عشر، وبرضه قعدت استناها وضيعت الوقت. يبقى انا لازم اتعلم الجس عشان ابقى متابع وعارف، ومعايا سجلات ومؤيد الام اتلقحت يوم كذا ومن الذكر الفلاني والكلام ده، علشان ابقى عارف الدنيا ماشيه ازاي يا جماعه. مش شغل بالصدر وبس، مش شغل يعني الف مبروك احنا ربنا ارانب وخلاص. يعني ايه يعني احنا خلاص ربنا ارانب، طب يا عم توكل على الله احنا بقينا بنربي ارانب؟ لا ابدا، لا ده لازم تعرف تتعلم، لازم الكلام ده تابع مع ناس مختصه، تابع مع دكتور بيطري متخصص مثلا في الارانب، تابع اسمع اليوتيوب، اسمع للناس، اتعلم، خلي بالك اعرف الجس ازاي. والله لو جيت لي، لو انت قريب مني وفي مزرعتي وجبت لي والله لعلمك الجس وانت قريب مني، والله اعلم. والله انا اكتر الناس اللي بروح عنده بالصدفه كده اقول له انت بتعرف تجس؟ لا طب تعالى معلمك، علشان الجس ده شيء مهم جدا ان انت تعرف الام عشر ولا لا. بالتاكيد باللمسه بتبقى انت خلاص عرفت ان الام دي عشر، تبدا ترتب نفسك، تبدا تعمل لها الشغل بتاعها وتفرش لها يعني انا ما بعرفش اجس واستنى تولد وانا وبختي، ايه الكلام ده يا جماعه؟ حد والله العظيم انا بعمل لكم الفيديو ده واللي قبله بعمله على كلام ناس النهارده كنت بتكلم معاها وقال لي حاجات، يعني انا اقول لك بالمختصر كده، كان حاطط الارانب مع بعض وهم لسه صغيرين، فحطت الذكر مع النتيان، فام اتلقحت فلقاها، فما يعرفش ان هي اتلقحت، فلقاها بتزوم، فاحنا انا اللي قعدت عارف اقول له هي عشر،
ولا فاضي، انا ما اعرفش الا لو انا عنده هجسها. لا عشان بعرف اجس، انت ما بتعرفش تجس بقى خليك محتار، وخليك مش عارف تسيب الام ولا تحطها تاني للذكر، ولا تعمل ايه، ومشاكل من كل ناحيه علشان حضرتك سعادتك مش عايز تتعلم الجس، او حضرتك اصلا انا معلش انا والله بربي ارانب بس يعني مش الموضوع الجس ده صعب قوي يا عم. يا عم صعب ايه؟ هو ايه اللي صعب يا عم الحاج؟ انت يعني خلاص صعب يا عم مستصعب ما تربيش. ده انت تلاقيك بتشتغل في صنعه كلها فنيات، ده انت تلاقيك متعلم علام كويس او حاجه ما شاء الله، مش عارف تجس، مش عارف تتعلم الجس، مش عارف تتعامل مع الارانب، مش عارف تتعلم علاج ده ايه وعلاج ده ايه وعلاج ده ايه. انت بتعمل مشروع علشان تحسن دخلك، يبقى تهتم بيه. مفيش حاجه اسمها صعبه، لازم تتعلم، لازم تعرف. انا بقول لك العلامات نهاية علشان بس ما اطولش عليك بالفيديو. العلامات اللي فاتت دي كلها ممكن تكون سليمه وممكن تكون خاطئه، فانا ما احطش نفسي بين احتمالين، يا ترى الام دي عشر ولا يا ترى الام دي فاضيه، اقعد استنى واضيع وقتي. اتعلم الجس عشان تبقى شاطر، عشان يبقى عندك مشروع الارانب ناجح. ما تعلمتش الجس مش عايز تتعلم، ما تربيش ارانب. تحياتي للجميع، يا رب دايما تبقوا في افضل حال، دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.